عمرك سألت نفسك ليه أصحاب البقالة هنا بنيويورك يمنيين؟ ولو دخلت على جوجل هتلاقي من 12 ل 13 ألف محل بقالة بس بنيويورك سيتي، والغريبة إن 90% منهم أصحابهم يمنيين. الموضوع ما جاش معايا صدفه، انا بحثت ودورت واكتشفت السر. في ستينات وسبعينات القرن الماضي وصل اول يمني لارض امريكا وبدا عمله كعامل بسيط في محلات البقاله بنيويورك، وواحده واحده بدا يشتري اول محل خاص بيه، مش فقط لنفسه ولكن عشان يجمع عائلته وعيال عمه. ولغايه النهارده اي يمني بيوصل ارض امريكا بيشتغل بالديلي سنه سنتين ثلاثه وبعد كده بيشتري محل خاص بيه، وفضلوا على النظام ده لحد ما اشتروا معظم بقالات نيويورك وبقوا بيتحكموا باقتصاد نيويورك. ولو مفكر ان ده السبب الوحيد فانت غلطان، لان معظم اليمنيين شاطرين في اختيار المنتجات اللي بيبيعوها. وسر نجاح اي منتج 3 حاجات: منتج جديد سريع البيع ومكسبه عالي. المنتج اللي انا ماسكه فيه ده حرفيا ايس كريم طالع ترند هنا في امريكا، نسبه مبيعاته عاليه جدا. انا بصور الفيديو ده داخل الديلي، اتباع مني كل السامبلز في وقت واحد، كل الناس اللي دخلت اشترت مني البضاعه وانا بصور عليه فيديو. ولو انت عندك ديلي او كافي شوب هنا بامريكا وحابب المنتج ده، تواصل مع الوكيل الحصري هنا في امريكا واطلب منه وهيجيب لك اي فليفرز ممكن تتخيلها. وكمان لو حابين تعرفوا اكتر عن حياه العرب في امريكا ما تنسوش تعملوا لي فولو.